أنا بعصي جوزي، هل تقبل صلاتي؟ طبعا السؤال واسع قوي. إن شاء الله تقبل صلاة حضرتك وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك. بس أنا عايز أكلمك، لو أنت معترفة بمعصية جوزك، مش عايز أكلمك عن قبول صلاتك ولا لأ. عايز أكلمك عن نعمة ربنا إنك أنت متجوزة، وأنت مش شاكرة نعمة ربنا إنك بتعصي جوزك. أنت إنسانة صادقة وأنت بتقولي بعصي جوزي، إنسانة شجاعة. الاعتراف بالغلطات اللي زي دي محتاج شجاعة وإنصاف. فأنت شجاعة وصادقة ومنصفة. بس يعني إن لم يكن الآن فمتى؟ لو أنت شايفة إنك بتعصي جوزك، طب أنت يعني ما تحبيش إن ربنا ياخده منك؟ ما تحبيش إن ربنا يقفل قلبه تجاهك؟ ما تحبيش إن ربنا يعني لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني لم تشكروا إن عذابي لشديد؟ فلو عايز اوصي حضرتك بحاجه، اوصيكي برحمته، لان الرجاله تعبانه جدا في الزمن ده. مش الرجاله رجاله بتشتغل وبتجيب قرش حلال، تعبانه جدا في الزمن ده. وفي ستريس كبير جدا عشان المدارس والاقساط، واللي نفسه يجيب بيت احسن من بيته عشان يوسع على عياله. مش عايز يا ستي يجيب بيت، لا، عايز يكفي الشهر ويخلص الشهر من غير ما يمد ايده للغريب. ولو مد ايده بتبقى الدين مذلة، هم بالليل ومذلة بالنهار. فاللي متجوزة راجل بيبروتكت اند بروفايد، بيحميها من مشاكل الحياة وبيوفر لها الحياة اللي على قد ما يقدر كريمة، تخدمه. تخدمه وتكرمه، لأن هو بيخدمها قوي.